تخيل لو الإنسان يقدر يعيش 200 سنة، فجأة حياتك اللي متقسمة دلوقتي لطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة هتتضاعف تمام. أول سؤال، هل جسمنا يستحمل؟ علميا السبب الرئيسي في الشيخوخة هو تراكم تلف الخلايا والجينات، وخصوصا حاجة اسمها تيلومترات أو تيلوميرز. دي زي أغطية في نهاية الكروموسومات، وكل ما بنكبر بتقصر لحد ما الخلايا تبطل تنقسم. فلو العلم لقى وسيلة يحافظ على التيلومترات أو يصلح الدي ان ايه، ساعتها ممكن نمد العمر لمئات السنين. طب لو فعلا عشنا 200 سنة، ايه اللي ممكن يحصل؟ من الناحية الإيجابية هيبقى عندك وقت تتعلم كذا مهنة، كذا لغة، تعيش كذا حياة مختلفة. العلماء والأدباء ممكن ينتجوا أعمال ضخمة، تخيل أينشتاين أو نجيب محفوظ عندهم 150 سنة خبرة. العلاقات بين الأجيال هتتغير، الجد هيبقى ممكن شاب لسه عايش مع أحفاد، لكن في المقابل في مشاكل تقيلة، عدد البشر هيزيد بشكل مرعب، الموارد هتخلص أسرع، والزحمة هتبقى خانقة. الأمراض المزمنة زي السرطان والزهايمر ممكن تسيطر على سنين طويلة من حياتنا. حتى فكرة المعنى هتتغير. لو الوقت مفتوح قدامك، هل هتفضل تحس بالإلحاح إنك تنجز وتعيش بجد، ولا هتغرق في الملل؟ الفلاسفة بيقولوا إن جزء من قيمة الحياة هي إنها محدودة، إننا نعرف إن العمر قصير، فده اللي بيخلينا نحب بسرعة ونخاطر ونحلم. 200 سنة ممكن تبقى فرصة عظيمة أو لعنة تخلي الحياة بلا طعم. وفي الآخر السؤال مش قد إيه تعيش، السؤال الحقيقي هو هنستعمل وقتنا إزاي.